السياره اللي كتشوفوا معايا دابا قريب نشوفوها في الشوارع المغربيه، واخا كتبان سياره عاديه ماشي عاديه نهائيا. هي سياره ديال الشرطه، وفاش غادي تعرفوها اشنو كدير وشنو قادره دير تقدروا ما تيقوش. مشى هذاك العهد ديال واحد حاضي الصافيت جايه في راس الدرب ومني كتبان ليه كيهرب. هادشي اللي جاي في المستقبل خيالي. هاد الفيديو بارطاجيوه مع جميع المجرمين اللي كتعرفوا. لا كنتفل الاخوان كنتفل كنمزح. اي واحد عنده نوايا اجراميه هاد الفيديو ما غاداش تعجبو، حيت غادا تبدا تقلعوا في السما. تخيلوا معايا ان بلا هادشي، بلا هاد لي تكنولوجي، وكانوا الرجال الشرطه ديالنا كيشدوا عباد الله قبل ما يديروا الفعله. دابا نخليكم تخيلوا اشنو غادي يوقع في المستقبل. ايوا سيادنا رجال الامن هادي يومين يلاه كشفوا على واحد السلاح جديد في عروسه سوس مدينه اكادير العزيزه، وكنهضر على واحد من احدث الاسلحه واللي عباره عن سياره ذكيه قليل الدول اللي عندهم، وفيه الخيال العلمي ديال لي زوبسيون واللي غادي نكشف لكم عليهم باذن الله، ونقول لكم شكون اللي صنعها وفين تصنعات وعند من كاينه. سيداتي سادتي كنقدم لكم سياره أما اللحظات سنتابع مجموعة من السيارات ذات هوية بصرية جديدة تابعة لمختلف مصالح الأمن الوطني. يلا ربطوا معايا الأحزمة، غادي نديكم دابا تكتشفوا سيارة المستقبل. على بركة الله، أنا عزيز نوفل وهذه قناة المقاوي. نهار 16 ماي 1956 أسات المديرية العامة للأمن الوطني، والبارح يوم الخميس كان 16 ماي، وكانت الذكرى 68 على التأسيس ديال هذا الجهاز الجد مهم في بلادنا والتاريخي، وهو بحال العيد بالنسبة للرجال ونساء الأمن. كنهضروا على تقريبا 79830 شخص صاهرين عليك وعليا صباح وليل باش نكونوا بخير. أهم نعم اللي ممكن تكون في شي بلاد ولا في شي دولة هي الأمان، وأكبر معضلة تقدر تكون في شي بلاد ولا في شي دولة هي انعدام الأمان، هي الفوضى. من الآخر بلا هاد الناس ما غنكونش كنصور لكم هاد لا فيديو في الاستوديو ديالي، وانت ولا انت ما غتكونش جالس تفرج فيا ومرتاح وما خايفش على راسك. وبلا بيهم ما كاين لا اقتصاد، ما كاين لا نمو، ما كاين لا سياحه، ما كاين لا كره، ما كاين لا منتخب، ما كاين لا كوب دو موند 2030. اي هما الاساس اخوتي خواتاتي. والحمد لله كنفتخروا بالرجال والنساء ديالنا فاش كنشوفوا دول عظمى كيجيو يطلبوا المساعده منهم ويستشروا معاهم، بحال قطر في كاس العالم 2022، بحال فرنسا اللي غتنظم العاب القوى ديال باريس الشهر الجاي الى اخره. اللائحه طويله. شفنا مؤخرا العيد ميلاد ديال الشرطه الاسبانيه، وعرضوا على جميع الكبار ديال هذا العالم. كان عربي واحد، عرفتوا شكون ولا لا؟ السيد عبد اللطيف حموشي صور مع العاهل الإسباني، كرموه. المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي يجري مباحثات ثنائية مع نظرائه الإسبان. أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي خلال الأسبوع الجاري مباحثات ثنائية مع عدد من نظرائه الإسبان، أبرزهم المدير العام للشرطة الوطنية فرانسيسكو باردو والمفوض العام للاستعلامات أوخينيو بلانكو. كما التقى حموشي على هامش مشاركته في فعالية الاحتفالات الرسمية للذكرى السنوية 200 على تأسيس جهاز الشرطة الوطنية بالمملكة الإسبانية، كلا من رافائيل روبيز كاتب الدولة الإسبانية المكلف بالأمن، وجوليان أفيلا بولو المفوض العام للأجانب والحدود بنفس البلد. عندنا جهاز امني الحمد لله قوي بشهاده الجميع بفضل هاد النساء وهاد الرجال. وبغيت قبل ما ندخل في الموضوع ديال هاد لا فيديو باسم جميع المغاربه كبار وصغار نشكركم بزاف على الخدمه الحيويه اللي كديروا. هادي من جهه اخرى دازت واحد السهره خياليه في مدينه اكادير، وكان واحد الحضور من جميع الانواع ديال المجتمع المغربي، من السيد عبد اللطيف الجواهري الامين العام ديال البنك المغربي، السيد عبد اللطيف الحموشي، مرورا بكابتن وليد الركراكي. كلشي حاضر لهذا الحدث المهم. وهذه النسخه كانت مختلفه على النسخ اللي فاتت، حيت كان التركيز بزاف على واحد الحاجه اللي هي تكنولوجيا حبيبي. شفنا الفرق ديال الامن السيبراني، وما شاء الله لي بروفيل والشباب اللي
جايبين كفاءات عاليه بزاف بزاف، داكشي ديال جوجل. وكيف ما قلت لكم كان التركيز على التكنولوجي، وكنشوفوا التوجه لواحد الشرطه جديده، شرطه ذكيه. راه كنهضروا على دوله اللي باغا تنظم كوب دو موند 2030 الاخوان، ما تنساوش الديتاي، راه ما كاينش الغلط. شفنا اللونسمون ديال واحد الموقع جديد سميتو ابلاغ، انا السميه عجبتني بزاف، بحال الكترونيك وبلاغ هي ابلاغ، اللي كتدخل وكتحط فيه جميع الشكايات اللي عندهم علاقه بجرائم الكترونيه. هذه جديده ما عمرها كانت. الا شفتي شي واحد كيهدد شي واحد بالقتل في التعاليق تقدر تدخل لهذا الموقع تبلغ به. من الاخر شفتي اي سلوك غير قانوني بجوج ديال لي كليك غادي تبلغ وغادي يقوموا بالواجب. وشفنا العروسه الجديده، سياره ذكيه سميتها غيت اللي كاينه عند الشرطه ديال دبي، وسطروا معايا على دبي بالحمر. وبلا ما تقولوا صافي راه كاينه عند دبي راه قديمه، لا نذكركم ان دبي هي الشرطه اللي عند البوغاتي، ما كاينه حتى شي شرطه في العالم عندها. هاد السياره خارقه للعاده بمعنى الكلمه، دايره بحال ديك الباطموبيل، الطوموبيل ديال باطمان. اول حاجه خاصكم تعرفوا هي انها كتخدم بالذكاء الاصطناعي، مديفلوبيا بالاي اي، كلها دايره بالكاميرات، وفيها واحد الكاميرا كتخرج من الوسط وكتبدا تشد وكديتيكتي الوجوه ديال الناس. لا كان شي مجرم روشيرشي كيقلبوا عليه البوليس تعرفوا، وكتسينياليه الشرطي اللي صايق ديك الطوموبيل. مشى هذاك العصر ديال رجال الشرطه شادين تصويره ديال شي مجرم وكيقلبوا عليه، طلع الكاميرا طق كتشدو، حيت عندها التكنولوجي ديال بصمه الوجه. بحال فاش كتكون داخل دبي كيديروا لك بصمه العين، وفين ما مشيتي كيعرفوك فين مشيتي، وعقلوا على دبي. وزيد على هادشي كلها بلاندي، تقدر تشير عليها بالحجر، تضربها بالقرطاس، ما تصور والو. والمسمى ديالها والنيك نيم ديالها هو المدينه الامنه، كيلقبوها بالمدينه الامنه هذوك اللي صنعوها. وحتى من البلايك في الطريق كتشدهم ديال السيارات اللي روشيرشي ولا مشتبه فيهم وكتقلب عليهم الشرطه. فيها 10 ديال لي زيكرون لداخل، تخيلوا معايا 10 لي زيكرون كلها تلافز. راه قلت لكم داكشي ديال باطمان. نزيد نحمقكم، كتقدر تكتب مخالفات راسها، كتشوف المخالفات، كتصيفط المخالفات راسها. دورية غياث تعتبر السيارة الذكية والأولى في العالم من ناحية التصميم. من أهم البرامج اللي في دورية غياث أنها تحتوي على 10 شاشات و9 كاميرات. ومن أهم البرامج المتطورة برنامج التعرف على الوجه، وبرنامج التعرف على السيارات المطلوبة، وبرنامج الحوادث المرورية، وبرنامج التعرف على لغة الجسد. ايوا سيادنا، الشركة اللي صانعاها سميتها دبليو موتورز، هي شركة لبنانية ولكن المقر ديالها فين كاين؟ حبيبي كام تو دبي، كاينة في دبي في الامارات. داكشي علاش كاينة عندهم، وداكشي علاش قلت لكم دبي كتستعمل بصمة العين، وعارفين العلاقات بين الامارات والمغرب كي دايرين. وهاد الشركة هي اللي صنعات الطوموبيل لايكن هايبر سبورت والفينيو سوبر سبور اللي استعملوهم فاست اند فوريوس في الفيلم الشهير ديال فاست اند فوريوس. يعني راه شركه كبيره، ميزانيه كبيره، وبالماريس كبير. هادشي الاخر ديال لا تكنولوجيا خوتي خواتاتي. لا بانت ليك اوقف، وان شاء الله قريب نشوفوها في الازقه ديال بلادنا باذن الله. وثيقوا بيا هذوك التوريست اللي غيجيو لعندنا واللي كيجيو لعندنا واللي غيجيو في كوب دو موند غيشوفوها ما يفهموا والو، حنتوما براسهم ما عندهمش. وكيف ما كنقول لكم ديما، هادي راه غير البدايه، ومازال باذن الله.